واقترب الوعد الحق. فإشارة إلى أن ظهور ياجوج وماجوج على قرب الساعة، على قرب الوقت الحق. فهنا جاء بها بدون أن يظهرها بالخطاب، ولكن بينها بالتسلسل. نعم. ذكر وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور، فكأنهم هم يعني خاتمة علامات الساعة الكبرى. جاء الخبر أنهم بعد هذا التسلسل يكون إذا امتلأت الدنيا ظلما وفجورا وخنقت الشعوب بالظلم الشديد والجبر والتحكم، سيتحكم الكفار في بلاد العالم حتى تضيق الدنيا بالشعوب. فيظهر الله سبحانه وتعالى إماما من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل بيته، كما قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لأظهر الله رجل من أمتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، رجل من ذريتي، ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما. فإشارة إلى أن الدنيا عندما تمتلئ بالظلم والجور يظهر الله تعالى هذا السيد الكريم الإمام المهدي، فينشر دعوة جده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقوم بها. والحديث عن هذا طبعا هناك مجازفات وهناك مبالغات، وكل يوم نسمع ناس يقول لك والله احنا بايعنا المهدي ونحن رايحين نبايع المهدي، وكأن المهدي هذا واحد جالس في بقالة ولا في دكان بيروحوا يزوروه. يعني سذاجات شديدة جدا عند الناس، ويستتبع لذلك نساء وغلمان وعوام وكل من جاء. أخي عندنا نحن هنا في مستشفى المجانين في الطائف 500 مهدي. روح إلى مصر وادخل مستشفى المجانين في مصر تجد لك قد هذا العدد وزيادة مهدي. هذا حقيقة. يعني أنا أعرف طبيب نفساني قال في مستشفى المجانين عندنا كم مهدي مدعين للمهدوية. أنا شخصيا مر علي كم مهدي، كم واحد قد جاء لعندي قال لي بايعني أنا المهدي. نحن نبيع بطاطس، نحن ليش نحن مهدي؟ إيش من مهدي؟ أنت مجنون؟ مهدي يعني. فهذه قضية يعني خطيرة. الناس طبعا يوهمون، وهناك الدجالون الذي أخبر النبي أن قبل الدجال دجالون. هناك دجالون يدجلون على الناس ويكذبون على الناس ويقولون لهم خلاص ما في فائدة، أنتم في زمن أصلا ما عاد في فائدة، عاد كنتوا قاعدين تصلوا وتصوموا وتقروا. إيش قاعدين تقروا تفسير؟ يشوفوا الواحد منا يدرس كتاب من كتب الفقه شافعي أو حنبلي أو مالكي أو كذا، يقول أنت يا شيخ شوف هذول المشايخ بله هذول قاعدين خلاص المهدي طالع بعد بكرة، هذول جالسين ما في فائدة من الفقه وما في فائدة من العلم. يا أخي أنت مين؟ أنت من فين جاي؟ على أي أساس تقول هذا الكلام حتى تستخف بالعلم وأهل العلم وورثة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيين؟ فهذه قضية عظيمة. الذي نعرفه نحن في الروايات أنه يخرج المهدي ثم يخرج الدجال فتضيق الدنيا على أهلها 40 يوما ينشر الكفر حتى ينزل الله عيسى بن مريم بين أجنحة الملائكة، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيأتي سيدنا عيسى فيقتله، ثم ينتشر العدل ويحكم الدنيا، وتكون الرمانة كعشر رمانات، ويمشي صاحب الصدقة بالذهب فلا يجد من يأخذ منه صدقته لما ينتشر من الخير والبركة في الدنيا. تنبع الأنهار والعيون تتفجر وتكثر الثمار والأمطار وتطيب القلوب والأرواح والنفوس، ولكن ما يطول هذا الأمر لأن الدنيا ليست مبنية على هذا. إذا يخرج يأجوج ومأجوج وينفجرون في الدنيا ويقتحمون وتتهيأ لهم الأسباب، يضعف الناس كله، يظهر خلاص يقتحمون البلاد. إذا دخلوا بلاد مفسدون في الأرض كما قال، مفسدون في الأرض. إذا دخلوا بلد كسروا البيوت وشالوا وقطعوا الأشجار وشالوا الثمار وخربوا المزارع، ما خلوا ولا بقوا شيء فيها، ويلوثون المياه حتى تهلك البلدة، ما عاد يبقى فيها شيء. ومن بلدة إلى بلدة، من قرية إلى قرية، فينزاح سيدنا عيسى بمن معه من المؤمنين إلى الجبال.
يظهرون في عصر سيدنا في عهد سيدنا عيسى. نعم في آخر أيام سيدنا عيسى على ما هو يعني في أظهر الروايات. فيصعد سيدنا عيسى بمن معه إلى الجبال، ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى فيصيبهم الله بداء في رقابهم، ربما هو فيروس أو ميكروب، فيموتون فجأة كلهم أعداد هائلة، فتتعفن الأرض، فيرسل الله أمطار، وهذه الأمطار تأخذ جثثهم إلى المحيطات والبحار وتأكلهم الحيتان، تستمتع في ذلك الزمان بهم. ثم بعد ذلك يعني خلاص لا يبقى في الدنيا، يموت سيدنا عيسى بن مريم، وتأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى في ظهر الأرض من يقول الله الله. وتقوم على الساعة على شرار الخلق مثل هؤلاء والعياذ بالله تعالى، وانتهت القصة.